المعدل ما يتبدل. عشان شاطرة ومعدلة قررت اليوم أعملكم أطيب سندويشات زنجر. خلينا نبلش. عندي زنجر حار وزنجر حلو، صلصة جبنة، بابريكا، صلصة المايو كاتشب والكاتشب، شرحات من التركي، بصل شرحات، جبنة شرحات، بندورة شرحات، وخس وفلفل أخضر حلو. بمكلاية على الغاز بعد ما يسخن الزيت راح أضيف حبات من الزنجر. لازم يكون عندك الزيت هنا سخن، ما بيزبط تحطي وهو الزيت بارد. هون بعد ما استووا عندي ما شاء الله لونهم طلع ذهبي هيك لحتى أكمل الكمية كاملة. هيك بعد ما كملت الكمية كاملة راح أبلش بالسندويشات. هون أنا استخدمت خبز الشراك، فيكي انت هون تستخدمي أي نوع خبز انت بتحبيه. أول إشي راح أضيف صلصة المايو كاتشب، بعدها راح أضيف شرحات من الزنجر، أنا هون شوي شرحتهم. بعدها راح أضيف الفلفل الحلو، طبعا كمان نفس الإشي شرحته شرحات. وراح أضيف شرحات من البندورة، طبعا هاي الخضرة هاي اختياري، فيك تضيفي أي إشي وتشيلي أي إشي. شرحات من البصل، طبعا هون البصل أنا حطيت عليه شوي من البابريكا وشوي من الفلفل الأسود، كمية من الخس. وراح أبلش هسه بالصوصات. عندي أول إشي صوص الكاتشب، بعدها راح أضيف صوص الجبنة، آخر إشي صوص الباربيكيو أو البابريكا. راح أضيف هسه شرحة من التركي، وآخر إشي شرحة من الجبنة. هون أنا استخدمت جبنة الشيدر، أنت استخدمي أي نوع جبنة أنت بتحبيه. هسه راح أبلش ألف الساندويش لحتى أكمل الكمية. هيك بعد ما لفيتهم كملت الكمية كاملة، راح أبلش أكبسها على الجريل. راح أجيب الجريل هسه وراح أرشه بكمية من زيت الذرة. راح أصف عليهم سندويشات الزنجر وأكبسهم من الجهتين لحتى أكمل الكمية كاملة. هيك بعد ما كملت الكمية كاملة أنا قدمتهم هنا مع سلطة الجرجير. أنت فيك تقدميهم مع أي سلطة أنت بتحبيها، ذرة أو معكرونة. طبعا هون الريحة والله ريحتها طلعت بتشهي. طبعا الطعم خيال، لازم تجربوها، والله من أذكى الوصفات اللي ممكن تجربوها. كانت معكم ابتهال الطباصي. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالصفحة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل إشي جديد، والدعاء لأهلنا بغزة، والسلام.